اهلا المتتبعين العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ جمعة مباركة تدخل عليكم بالصحة والسلامة والعافية يا رب. الاخوان الاخوات، غنغتنم الفرصة من هذا الفيديو ونطلب منكم الدعوة مع الاخت حياة للي مريضة بالسرطان. الله يشافيها ويعافيها، وهي عندها قناة بهذا الاسم ديال حياة للي. كنطلب منكم ومن القلوب الرحيمة أنها تدعم هاد الإنسانة هادي. راني كنبارطاجيها دائما في القناة ديالي، رغم أنها قناة متواضعة صغيرة بزاف، لكن حنايا الصغار بعضياتنا نتعاونوا، علاش لا؟ ولو بالقليل، لأن اللي يعاون بالقليل يعاون بالكثير. كنتمنى تدعوا معاها. دارت واحد العملية مسكينة البارح، دعوا معاها بالشفاء العاجل وعاونوها في قناتها. اللي ما مشاركش معاها يمشي يتشارك معاها ويعاونها غير بالمشاهدات. الله يجازيكم بخير ويجعلها في ميزان حسناتكم يا رب. الخوت الخواتات، كما كتشوفوا معنا على الصورة، نهار الاربعاء بداو لي الصولد هنايا في فرنسا. ايوا قلنا نمشيو نشوفوا دويره ولا لقينا شي حاجه. المهم غنخليكم مع هاد الصور وندخلوا نيشان الموضوع الخوت الخواتات اللي حاليا داير واحد كما كنقول واحد قنبله الصلح وشمس العاشيه المتابعين. لكن هاد الفيديو دايره انا للمتابعين العزاز الغاليين، باش ما يبقاوش يتعاطفوا حتى مع شي حد. هاد الناس الا بغاو يديروا التنازلات والا بغاو يجمعوا هاد الخيخ من هاد اليوتيوب، فاحنا نقول لهم الله يكمل بالخير، بشرط انكم ما ترجعوش لينا عاوتاني لنفس الدوامه ونفس الافلام ونفس السيناريوهات. كنتمناو يكون هاد التنازلات، وما غاديش نقولوا صلح لان الكل عارف ان ما كاينش صلح، فقط تنازل مع الالتزامات، وان هاد الالتزامات يكونوا فعلا يعني غادي يعطيو واحد المفعول وواحد الاكل لهاد المزبله اليوتيوبيه اللي واقعه في المغرب. الخوت الخواتات، كاين هناك ما بين مؤيد ومعارض لهاد التنازلات. غادي نقول لكم انا معكم في جميع الاحوال. انا غنقول لكم مؤيده التنازلات والالتزامات، ومعارضه على ان هاد الناس ما ياخدوش الجزاء ديالهم وما يتعاقبوش وما يكونش عليهم واحد الغرامه ماليه على الاقل اللي تربيهم، ويكون يعني اغلاق القنوات ديالهم لانهم نشروا واحد العقوق، نشروا واحد العهر، كانوا كيمسوا بالبلاد ديالنا وبالاخلاق ديال الاسر المغربيه. فانا فعلا مع هاد الناس هادو انهم يترباو، ولكن في نفس الوقت ما نبغيو ليهمش الحبس حتى السجن شويه قاصحه، وخصوصا ان هناك امهات. كنظن سعاد عندها ثلاثه ديال جوج بنات وولد، عفوا جوج ولاد وبنت، والاخرى كما كنعرفوا عند هذيك البنيته اللي مازال صغيره وما عارفه والو. لكن انا مع الخوت اللي واخا يدهنوا البقه، غنقول لها السريعه، واخا يدهنوا السريعه في العسل ما غاديش تدوز لي، لانها ما درتش قليل. انا من نظريتي الخاصه، وكذلك بعض الناس، ماشي بعض الناس، الاغلبيه الناس، انهم عارفين ان هذه المخلوقه هذه هي سبب المشاكل هذه الاسره هذه. تقولوا لي لا وراها كان عندهم مشاكل قبل. انا معاكم في هذا الموضوع هذا، كان عندهم مشاكل. البنت كانت كتكره امها كره العامه، وهذا الشيء كنا كنشوفوه من خلال الفيديوهات ديالهم فاش كانوا مجموعين. ديك النظرات الشريره ديال ديك البنت والنظرات ديال الكره ديال ديك البنت المهاره، كلشي المتابعين شافوا. احنا في هذه النقطه كاملين متفقين. لكن هاد البنت ما كانتش كتخرج تسب الام ديالها علنا، باش نكونوا هنا عاود متفقوا معي في هذه النقطه هذه. كانت يعني كتلمح واحد التلميح اللي كنا حنا كنفهموه، ولكن ما كانتش كتخرج مباشره، بحال اللي نهار جات السريعه وحطاتها قدامها وقالت لها يلا عطي لامك باش ديري الدار وباش ديري الطوموبيل. وهذا الشيء قالته البنت بفمها وباعتراف منها، والفيديو ديالها راه مازال في القناه ديالها.
كتقول بان دائما كانت كتزعمني وكتقول لي شكون بحالك ان بنت في اللاج ديالك يكون عندها الدار ويكون عندها الطوموبيل ودير الحياه والفلوس. فحطاتها السريعه في اول فيديو، يعني احتاجت هي وهذا الشيء بالتكتيك ديالها كما كنقولوا، انها كتطقطق مع راساتها وكتحط البنات باش يضربوا فمهم باش تطلع المشاهده. حتى لهنا حنا عارفين شكون السبب في هذه الفضيحه وهذا الروينه وهاد المخططات اللي كانت كديرهم باش تطلع الطوندونس كما كانت كتقول هي ان البوز ما كانتش كتهبط منه، باش بالشوهه وبالضرب ديال واحد البنت في الام ديالها. دونك هي السبب في هاد الشيء اللي وقع كامل، رغم المشاكل اللي كانت من قبل هاد الاسره. ما كانتش بهاد الحده هادي قبل ما تجي هاد السيده. هاد السيده انا كنشوفها حطب جهنم، شعلت عوافيه، جات شعلت النار كما قلت هي في واحد الفيديو اول ما جات في واحد المنبر اعلامي، قالت انا جايه وجايبه المشعل. فعلا جبتي المشعل وشعلتي العافيه في العالم، وخليتي هاد اليوتيوب منقاسم، المغاربه تقاسموا على جوج وما كاين غير شير عليا نشير عليك. والله يا الخوت سمعوني يا المتابعين ديال السريعه ويا المتابعين ديال سعاد، ديروا عقلكم في راسكم، فكروا في راسكم وفكروا في وليداتكم. راه هاد الناس كيربحوا واحد المبالغ اللي ما كيربحهاش الوزير، اللي ما كيربحهاش مسكين الدكتور اللي حفى راسو، اللي ما كيربحهاش ديك المعلم اللي كيقيل محمق راسو مع الدراري، راه ما كيصورش ديك المبلغ اللي كيدخلوا هاد الناس. لذلك كنتمنى انكم توعاو شي شويه، وكافى من السب والشتم بعضياتكم. صافي كافى. هاد الناس الا بغاو يمشيو يديروا التنازل وبغاو يمشيو يديروا الصلح فقط باش ما يدخلوش للسجن ويخليو ديك الاطفال موراهم، الله يعاونهم، الله يعاونهم. لكن انا في حاجه وحده ضروري، هاد الناس ما يتعاقبوا واحد العقاب اللي ماشيش سجني. انا ما كنطلب لهمش السجن، لكن واحد الغرامات ماليه اللي يحطوا فيه داكشي اللي داروه في المتابعين، لا من جهه سعاد ولا من جهه البقه. اما ديك البنت اللي هي ما مربياش اللي نشرت العقوق، فهاديك خصها تربى. انا بعدا خصها تربى، ما غنقولش ترغب، ما غنقولش خاصها باش دير لامها التنازل. هذيك السيده صافي، هذيك مسخوط تمها صافي، هذيك راه كتحسب راسها بحال اللي قطعات الواد ونشفوا رجليها. راه زعما هي ما متابعاش. قالت للقاضي في الجلسه انني كنت كندافع على راسي، كنخرج نجاوبها، ولكني انا كنت قاصر. نسات ان راه حتى القاصرين كانوا كيمشيو للاصلاحيه، ونسيتي انك ضربتي في الام ديالك وانتينا راشده بالغه، دزتي يا اختي راكي في سن الرشد وانتي كتسبي في الام ديالك. عاد وانتينا حامله وكرشك لفمك. شوفوا الاخوان، ديروا اللايكات، وانتم ديروا اللايكات ولا نزل عليكم شي صباط من هاد الصباط اللي كتشوفوهم. ديروا اللايكات، اش غتخسروا؟ وديروا اللايكات فضلا وليس امرا. هذا من باب المزاح. نكملوا الموضوع ديالنا الخوت. والله هادشي زعما كيبقى فينا الحال حنايا على هادشي هذا وعلى هاد الصوره السيئه اللي كتعطيها هاد البنت هادي. فعاود ما تكون دابا راها في قرايتها ولا يعني الام ديالها كانت الامنيه ديالها. انا والله ما كندافع على الخوت على سعاد راه غلطات ونزلنا عليها، والفيديوهات اللي عندي لتحت راهم كيشهدوا. نهار اللي خرجت زينه المحارم والله القسم الا خرجنا شرشمناها. رغم ان كنا في الاول كندافعوا عليها، منين خرجت زينه المحارم حنا كنا ضد هذا الموضوع. هذا الموضوع كان خصو يبقى في المحكمه سري، ما يجيب له حتى واحد الخبر. لكن الباترونات اللي كما كتعرفوا اللي هما دابا راهم محيحين عليها، واللي خرجوا لها من الجنب، واللي ما بقاتش سعاد الام المظلومه، سعاد الام المكلومه، ولات الناموسه، ولات المهم كيجبدوا لها المقاطع القديمه ويحطوها لها باش يغرقوها. المهم هانتوما عرفتوا هاد العصابه اش كتمارس في اليوتيوب باش الناس ياخذوا واحد العبره. ومشاكلكم ما تخرجوهاش اليوتيوب وما تعطيوهاش للمسترزقين يسترزقوا بها، يخرجوا يتاجروا بمشاكلهم. الا عندهم شي مشكل هما يخرجوا يتاجروا به وياخذوا عليه الفلوس. اما مشاكل الاسر المغربيه خليوها بعضياتكم، لانها ملي كتخرج الا كانت صغيره راها كتولي كبيره. راه كان بامكان هاد الاسره هادي وكما خرجوش هاد الخيخ ديالهم اليوتيوب كان بامكانه يتجمع بيناتهم.
لكن ملي خرج اليوتيوب صافي، كيف ما اختها سميرة هي اللي شردت 4 ديال الاطفال فقط من اجل القناه باش تطلع، ومن اجل البوز عطات للمسترزقين باش يسترزقوا هما، وشتو ديك الدراري الصغار. هذه واحد النصيحه كنقولها لكم، ابدا اسراركم ما تخرج، المساخيط اللي ما كيعرفوش يجمعوا غير كيشتوا. وانتي شنيتي مازال معك واحد الفيديو خاص على ديك الشيء اللي كديريه، وعلى الصلح اللي واقفه فيه وما باغياش، وعلى التنازلات والالتزامات اللي ما باغياهمش، حيت انتي ماشي في مصلحتك. غنديروا واحد الفيديو خاص بك انتينا، الا السن ديالك ما رباكش، فحنا المتابعين واصحاب القنوات اللي غنربيوك. حيت ما كتحترميش اللاج ديالك وتقولي الله ينعل الشيطان، انا الجده، انا اللي نجمع هاد الناس، فانتي اللي كتشتي وواقفه كي الحلاقم لهاد الناس.